السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب الجميع يكون بخير. هعمل لكم النهارده بقى اكلتين في منتهى الجمال، بعشقهم ولادي بيحبوهم قوي قوي قوي. اولا هنعمل الكشك الصعيدي، الكشك الاصلي. لا تقولي لي بقى كشك الماظ ولا كشك مش عارفه ايه، هو الكشك، هو الكشك الصعيدي. هنبتدي الاول نعمل له الخميره بتاعته. اخدت معلقتين كبار ونص دقيق، واخدت معاهم علبتين زبادي، وهقلبهم كده مع بعض. دي اول حاجه تعمليها اول ما تقومي الصبح. نفسي تجربوا الكشك الصعيدي، هتقولوا ايه اللي احنا كنا بنعمله في الاول ده، الكشك المصري ولا الكشك كشك الماظ ولا الكلام ده كله. هو ده بقى الكشك الصعيدي اللي انا ماسكاهم في ايدي دول. كنا زمان بنسميهم طوره، طوره يعني 4 وحدات. كنا نشتري الكشك كده بالطوره او بالقدح. القدح ده كان مكيال كده في السوق، الفلاحة تملاه ويبقى ده اسمه قدح. المهم حطيت هنا طورة ونص، يعني 6 وحدات. غليت الشوربة كويس قوي، وبعدين طفيت عليها وحطيتهم، وحطيت فوقهم الطبق اللي انا عملت فيه الخميرة، علشان ده لازم يكون في الجو سخن علشان يتخمر، اللي هي الزبادي مع الدقيق. سبته لما برد خالص وقعد فترة، وجيت اختبر القمحة بتاعت الكشك بتاعي. اذا لقيتها لانت يبقى كده خلاص اشغل عليه البوتاجاز. هشغل بقى البوتاجاز اهو، واسيبه يغلي لغاية ما تدوب خالص القمحية. القمحة لان هو الكشك ده معمول اساسا من القمح المسلوق. وبعدين ده موال تاني بقى القمح. هغطي بقى هنا عليه واسيبه لغاية ما يستوي. الخميرة بتاعتي بقى اللي هي عبارة عن الدقيق والزبادي، حطيت بس عليها شوية مية سخنة عشان اخففها شوية، عشان لما احطها على الكشك ما تكلكعش معايا. هدوب فيها بقى الخميرة بتاعتي دي كويس. الخلطة اللي انا عملتها دي اسمها خميرة الكشك. كده خلاص انا اختبرت الكشك ولقيته استوى. اروح ابتدي بقى اصب عليه الخميره دي، وانا بصب لازم اقلب علشان ما تتكلكعش معايا، لان الشوربه طبعا او الكشك نفسه سخن. بعد ما احطها لازم افضل اقلب لغايه ما تغلي معايا، وبعد ما تغلي اوطي خالص واسيبها برده شويه عشان الدقيق يستوي، ما احسش في الكشك بطعم الدقيق. هنا قلبت كويس قوي، وافضل اقلب تاني لغايه ما الاقيه بنقول عليه شكل، يعني اتشكل الكشك بتاعي. الحاجه الوحيده اللي بحطها هي الكمون. الكشك ما بتحطلوش فلفل اسود. واحسن شوربه تعملي عليها الكشك هي شوربه البط. الحقيقه انا كان عندي شوربه لحمه بصراحه من الاول، هي اللي انا عملت بيها الكشك. هبتدي بقى هنا انا بصبه وقت التقديم، لانه لازم يتاكل سخن. بصبه وقت التقديم كده في الاطباق الصغيره الحلوه دي. وقت ما انا سايباه يستوي كنت قطعت بصله رفيع جدا وحمرتها في معلقتين سمن كده بلدي كبار. الكشك بيحب الشوربه الدسمه وبيحب السمن البلدي، بس لو ما عندكيش سمن بلدي اي سمن مش مشكله. بحمر فيها بقى البصله وبحيث تاخد لون ذهبي. ارجوكم ما تغمقوش البصله اللي بنحطها على الكشك، سواء الكشك ده او الكشك. شايفين اللون ده كمان بصراحه الصوره مبيناها غامقه، هي افتح من كده. يكون السمن كده كتير فيها. اخد بقى من البصله الجميله دي بالسمن وارش على وش الكشك ويتقدم على طول. لازم يتاكل طبعا، هو بيتاكل بالعيش البلدي. طعم بقى والله قعدنا ناكل في الكشك وسيبنا بقيه الاكل من جماله.
جربوه بالطريقة دي وشوفوا في فرق بينه وبين الكشك الماظ ولا لا. هو ده الكشك الاصلي. يا رب تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. هعمل جنبه بقى طاجن اللحمة اللي في الفرن. اللحمة بالبصل، اخدت برضو معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، وانا هعمل كيلو لحمة قدامه نص كيلو بصل، بكون مقطعاه مكعبات كده، وابتدي بقى اقلب فيه شويه بس ايه يدبل. انا مش عايزه احمره لان هو هيتحمر في الطاجن. انا هقلبه هنا كده شويه يدبل على نار عاليه. ما دام النار عاليه ما تسيبيش الحاجه ابدا، لازم تفضلي تقلبي باستمرار. قلبت هنا البصل دبل معايا، اجيب بقى اللحمه بتاعتي انا مقطعاها مكعبات هنا، والنار برضو ما زالت عاليه، ما وطيش النار علشان ارجع واقول اللحمه ما تنزلش ميتها. لازم الاول اقلب اللحمه كده مع البصل عشان لونها بس كده يتغير، اقفل المسامات بتاعتها على نار عاليه. برضو شايفين اللحمه ما نزلتش اي سوائل، انا بقلب على نار عاليه. اول ما احس ان اللحمه بتاعتي لونها اتغير وبدا كده تاخد لون تحميره بسيطه، اطفي النار. انا هنا بقلب برضو اللحمه بتاعتي على النار عاليه، ما وطيتش النار ابدا. كده تلاحظوا ان مفيش اي سوائل نزلت من اللحمه. ابتدي بقى اتبل. حطيت هنا شويه 7 بهارات صغيرين، معلقه كده صغيره، وهنا بطحن مستكه على اللحمه. المستكه بتدي طبعا اللحمه طعم جميل جدا جدا. ومش هحط ملح دلوقتي خالص، طبعا احنا عارفين ان الملح بيأخر من تسويه اللحمه. انا حطيت بس البهارات ديت، وانا حطيتها دلوقتي لانها فاتحه مش هتغمق لي اللحمه لما اسويها. اقلب كويس بقى. هو المفروض نحط فلفل اسود بس انا ما حطيتش فلفل عشان ابني مش بيحب الفلفل الاسود في الاكل. هجيب هنا الطاجن بتاعي بقى، احط فيه اللحمه. شايفين اللحمه تحسي ما نزلتش ولا نقطه سائل من سوائلها. هنا اللحمه والبصل بس و7 بهارات والمستكه. افضي كل اللي في الطاسه. طبعا هنا هجيب ربع كوبايه ميه، بس ربع كوبايه ميه مش اكتر. بس هغطيها بقى وادخلها الفرن. انا طبعا دخلتها الفرن مع حاجات تانية. هنا اخدت بقى تسويتها. هنا كنت بعد حوالي ساعة كده اختبرتها، لقيتها عايزة لها ربع كوباية مية كمان. حطيت لها ربع كوباية مية لان انا عايزة يبقى فيها صوص. البصل لما بيستوي بيتهري ويعمل صوص كده مع اللحمة جميل. هي اخدت هنا حوالي ساعة وربع في الفرن. شايفين مهرية خالص ازاي، وطعمها بقى مع الصوص بتاعها طعم خرافي. والله جربوها بالطريقة البسيطة دي، ما فيهاش توابل كتير. اللحمة بتحتاجش توابل كتير. طاجن في منتهى الجمال. ألف هنا وشفا.